السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم مع بعض عن ورك فلو بسيط جدا وخاص بالفولو اب. تخيل لو انت عندك اكاديمية او جيم او اي مكان او اكاديمية تعليمية او اي مكان فيه خدمات باشتراك شهري او سنوي. تمام. طبعا بتواجه مشكلة بقى في ان العملاء بينسوا مواعيد التجديد، وانت مش عارف ان انت تتابع الناس كلها مين اللي المفروض يجدد ومين اللي الاشتراك بتاعه خلص. بتضيع وقت ومجهود في المتابعة واحد واحد، وفي الآخر بنسبة كبيرة جدا في عملاء بتسقط منك وما تقدرش إن أنت تفكرهم بتجديد الاشتراك. تمام. في الورك فلو البسيط ده إن شاء الله الموضوع ده هيتحل. كل الحكاية إن إحنا هنجهز عندنا الجوجل شيت أو السي ار ام عندك، مكتوب فيه الاسم والإيميل وتاريخ الاشتراك وحالة الاشتراك، هل هو اشترك ولا إيه. طبعا هنا موجود اللي موجود عندنا تم الاشتراك. تمام. وكل واحد مكتوب عنده التاريخ بتاعه. طيب، هنمشي هنا في النود واحدة واحدة، مش هنشرحها عملي مع بعض لأن معلش بقى انقطاع دور برد قوي. فهنشرحها سريعا كده، وإن شاء الله هنبدأ نطور فيه وهنبدأ نشرحه بالتفصيل أكتر وأكتر. ناخد نود. دي نود سكابل تريجر، دي بتشتغل كل حاجة معينة، يعني كل تايم معين. أنا قايل له هنا اشتغل كل يوم في الميد نايت. تمام. اشتغل لي كل يوم الساعة 12 بالليل. حلو. بمجرد ما ده يشتغل، دي نود اسمها كود. الكود ده هنا كل اللي احنا عاملينه ان احنا طالبين من مش انت لازم انت تعمله لو انت ما بتفهمش في الكود او ما تعرفش في الكود. رحنا للشات جي بي تي قلنا له عايزين كود يشوف تاريخ الاشتراك وينقص عليه او يزود عليه 30 يوم شهر. تمام. فمجرد ما اعمل اكسكيوت هيطلع لي تاريخ حاجه اسمها ستارت ديت او التاريخ الجديد بعد 30 يوم يعني. تمام. طيب، خلصنا من ده جينا على جوجل شيت. انا قلت له هنا هات لي جيت رو، هات لي الروز اللي موجوده عندك. عملنا اكسكيوت فقال لي كل اللي موجودين عندي اهو، الاسم والايميل وتاريخ اللي هم الناس اللي موجوده عندنا هنا. جاب لنا الحاجات دي، وخلي بالك من حاله الاشتراك. طيب، بعد كده طبعا جوجل شيت انت عشان تعمله بتعمل الكريدنشال بتاعك عادي خالص، وجيت رو يعني هات لي الرو اللي موجود عندنا، وبتختار الفروم ليست فين الحاجه اللي عندك، وبتختار بعد كده اسم الشيت. تمام. وخلاص على كده. طيب، نيجي على اف. وطبعا احنا اف شرحنا النود دي وان هي بتتحقق من شرط، هل الشرط ده موجود ولا لا. لو موجود بيبقى ترو، لو مش موجود بيبقى فولس. تمام. هنخش على اف وقلنا له لو التاريخ الشخص ده تمام after is or equal to يعني يساوي او بعد التاريخ اللي طلع لنا من الكود ده. تمام. ان احنا قلنا له عد 30 يوم بعد تاريخ الاشتراك. هيطلع لنا التاريخ. تمام. التاريخ بتاعنا والحالة بتاعت التاريخ. طيب، خلاص عرفنا ان هو هنا عندنا حاجتين، عندنا false وترو. فولس يعني الناس خلاص الاشتراك بتاعهم انتهى، وترو واحد لسه ما انتهاش. اللي ما انتهاش ده عملنا له حاجه اسمها نو اوبريشن، يعني خلاص مش هنعمل معاه حاجه خالص. دي نود ما بتعملش اي حاجه، كل الحكايه بتقول لك خلاص انا مش هستفيد بيك او مش هعمل اي اكشن تاني. هنيجي على الاف الثانيه. الاف الثانيه بتتشيك حاله الاشتراك اللي هي هنا. هل حاله الاشتراك مكتوب فيها ايه بالظبط؟ هل تم الاشتراك ولا تم ارسال مثلا رساله تذكير؟ طيب، انا قلت له هنا خدنا دي حالة الاشتراك وحطيناها هنا، وقلنا له is equal to لو هي تساوي تم الاشتراك خلاص، يبقى ده هيروح للفولس. عندنا هنا ان الحقل ده او الشرط ده متوفر. تمام. لو مش متوفر هيروح هنا انه اوبريشن مش هيشتغل. تمام. طيب، متوفر هنبعت مسج للراجل ده ونقول له بعد التحية والسلام، اسمك كذا، يرجى تجديد الاشتراك لخدمة لعدم انقطاع الخدمة حيث تم الاشتراك في التاريخ كذا. طبعا باخد دراج اند دروب. تمام. باخد من هنا احط هنا الاسم، باخده من هنا احطه هنا الايميل وهكذا. تمام. طيب، فده كده. طبعا انا عامل هنا درافت، خليها على send مسج. تمام. وهناخد ماشي الايميل ده هنا بعد هنا. خلاص، هنا هيبعت لي الايميل ان انت
رجاء يرجى تجديد الاشتراك خلال 48 ساعة. حلو. لو رحنا على الايميل نعمل ريفرش. طيب نخش على البريد اهو، كاتب لك هنا كده يرجى تجديد الاشتراك خلال 48 ساعة. اخش هنا بنشيل دي خالص، والاقي ان الرسالة بيقول لك بعد التحية والسلام يرجى تجديد الاشتراك خدمة لعدم انقطاع الخدمة، وجت لي الرسالة اللي احنا كاتبينها. طبعا عندنا دي this email is was sent automatically with NTN، دي رخمة شوية فهنحاول ان احنا نشيلها. بتيجي تشيلها ازاي؟ بتدخل هنا وتيجي على add option و append NTN attributes نقفل دي. خلاص كده هتبدأ ان انت لو ارسلت رسالة تاني هتروح مش هتظهر يعني. تعال نجرب تاني. اتبعتت، المفروض نخش هنا نشوفها من هنا. اتبعتت send وراحت للانبوكس كمان. نيجي هنا نطلع بره ونعمل ريفرش. دي حاجات لازم تاخد بالك منها عشان ممكن برضو تقول ان الحاجه ما اشتغلتش. لا، اعمل ريفرش هتلاقي الحاجه ظهرت اهو. الرساله بتاعتنا طبعا تقدر تخلي شات جي بي تي يعملها لك بشكل احسن من كده، لكن اعملها سريعا كاكزامبل ومش موجوده اللي هي انت. طب احنا بعتنا رساله، عايزين بقى نروح نحدث الجوجل شيت. احنا عندنا هنا تم الاشتراك تم الاشتراك تم الاشتراك. طب انا بعت الراجل رساله، ما هو التريجر هنا كل يوم الساعه 12 بالليل هيبعت رساله كده للناس دي. فانا عايز اقول له حدد لي الناس او حدث لي الجوجل شيت. اخش على جوجل شيت هنا، هقول له ابديت رو، وهختار طبعا الشيت واختار الاسم واختار الاسم بتاعي واختار الحاله اللي انا عايز احدثها. حاله الاشتراك انا عايز من هنا كده اجيب له هنا، بقول له حالة الاشتراك تمام، واروح قايل له بقى حدثها لتم التذكير. احنا عندنا هنا تم الاشتراك. هما الناس دي اشتركت في 1/8/2025 وواحد من 6/5 وواحد تاني 7/5. تمام. فاحنا عندنا واحد لسه واتنين انتهى الاشتراك بتاعهم، ده على سبيل المثال. تمام. طيب هنشتغل اكسكيوت. هيبدأ الراجل هنا يحدث لي. لو رجعنا للشيت هنلاقي ان هو حدث لي 2 بس. تمام. حدث لي ده اشتراكه انتهى، والاتنين دول اشتراكهم انتهى وده لسه. تمام. طيب ده ببساطة خالص كده الورك فلو، وان شاء الله الفيديوهات الجاية هنطوره ونحسنه وهنشرح كل نود وهنعمله عملي مع بعض. والسلام عليكم. قبل ما المايك يفصل، سلام.